السلام عليكم. ازيكم يا اغلى متابعين؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة يا رب. تعالوا كده النهاردة زي ما انتم شايفين هنعمل مع بعض كفتة بالدمعة او بالصلصة او بالطماطم. يلا كده بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ونبدأ وصفتنا. اول حاجة زي ما انتم شايفين كده جبت حلة فيها كده بصلاية كبيرة مقطعاها كده على ايدي، وحطيتها طبعا في حلة زي ما انتم شايفين، وبعد كده يعني خليتها كده شربت السوائل اللي فيها، ونزلت بمعلقة كبيرة من السمنة. يعني دبلت الأول البصلة من غير أي مادة دهنية، وبعد كده نزلت عليها بالسمنة. بعد ما حمرت معايا نزلت كده بمعلقة صغيرة من الثوم المفروم، بيديها ريحة صراحة وطعم حلو. بعد ما كده طلعت الريحة بتاعت الثوم، هنزل كده بعد كده بنص كيلو من الطماطم، فرمته كده في الخلاط، نص كيلو من الطماطم. وبعد كده هنزل بالتوابل، الملح والفلفل والكمون والكزبرة، وبعد كده هنسيبها بقى على النار تسبك. يلا بينا كده هنكمل باقي بقى وصفتنا ونشوف هنعمل الكفتة ازاي. ادي حبايبي معايا نص كيلو كده من اللحمة المفرومة، هنزل عليها هنا بصلاية كبيرة مقطعها يعني بالمبشرة كده، عملتها بالمبشرة تمام. وبعد كده هنزل كمان بمعلقة كده كبيرة زي ما انتم شايفينها توم. بجد يا جماعة حطوا التوم كده والله العظيم بيديه طعم جميل جميل جدا. وبعد كده نزلت بالتوابل بتاعتي اللي هي الملح والفلفل والكمون والكزبرة، ونزلت هنا بحزمة بقدونس مقطعها بردي بالسكين قطع ناعمة. وبعد كده هنزل بكوباية من الرز المطحون. الرز المطحون طبعا هتجيبي كوبايه كده تشطفيها وتسيبيها كده على ملايه او فوطه تشرب ميتها، وبعد كده تفرميها بقى في الخلاط كوبايه. وبعد كده تقعدي تعجني فيها بقى، ممكن تحطيها في الخلاط، الخطوه دي تعمليها في الخلاط او في الكبه تمام. انا هنا هعملها في الكبه وهرجع لكم. شايفين بقت معايا كده مسمغه وحلوه اهي. لما عملتيها اعمليها في الكبه او في الخلاط في اي حاجه كده هتبقى معاكي مسمغه وجميله كده، وهتبرميها هتتبرم معاكي زي العجينه. شايفين عندي صينيه هنا دهنها دهنه خفيفه من الزيت، وبعد كده هبتدي بقى اشكل الكفته بتاعتي. عندي طاسه كده على البوتاجاز فيها شويه زيت قليلين خالص تمام، وهبتدي بقى احمر الكفته. وفي الوقت ده طبعا الطماطم بتاعتنا بتسبك على على البوتاجاز. مسافة ما هنخلص حمير الكفتة اللي هتكون اتسبكت معايا. شايفين اسهل من كده ما فيش. كفتة سهلة وبسيطة وسريعة وكلها مكوناتها موجودة عندك في البيت. ادي حبايبي اللحمة بتاعتنا بتحمر، وادي كمان البصلة والتومة والطماطم بيتسبكوا معايا زي ما انتم شايفين كده. بعد ما هنخلص حمير الكفتة هننزل بيها في الدمعة بتاعتنا اهي اتسبكت معانا وتمام التمام. هتتلافي كده حوالي يعني بتاع نص كوباية كده من المية هتحطيها عليها. وبكده يا حبيبتي الكفتة بتاعتنا بقت جاهزة. صبيها كده في طباق التقديم وبألف هنا وشفا. شايفين شكلها حلو ازاي ما شاء الله. بعد ما هتطمسيها كده في الدمعة وتحطي لها كوباية المية او نص كوباية المية زي هي محتاجة، يعني هتسيبيها هيك زي ما شايفاها بتغلي على البوتاجاز وزي العسل. وصفة سهلة وسريعة وبسيطة، عايزاكم تجربوها بقى وتقولوا رأيكم فيها وبكده وصفتنا انتهت يا حبايبي. السلام عليكم.